في التالتة يمين قصة حب وعشق كبيرة جدا بيعيشها جمهور نادي الزمالك اللي قفل النهاردة استاد القاهرة منذ الصباح الباكر من النهاردة الحقيقة من الساعة 1 والساعة 2 والناس واقفة على باب نادي الزمالك النهاردة ملحمة. جمهور نادي الزمالك النهاردة عايز يقول هفرح مش هنخرج غير بالبطولة. هو العزيمة جزء كبير جدا من لعبة كرة القدم والروح المعنوية العالية. النهاردة المشهد كله حلو، كل الصورة النهاردة حلوة، حتى صورة الفريق المغربي والتعامل النهاردة ازاي. في لقطة كان لازم النهاردة اقف عندها، لقطة النهاردة دونجا طالع بياخد كرة من لاعب نادي نهضة بركان، هيقع على دماغه، اللاعب بيسنده وبينزل بيه على الارض ودونجا بيقوم يحضنه. لقطة تبين هي اللقطة دي الحقيقة أخلاقيات لاعب نهضة بركان والروح اللي أنا شفتها وأخلاقيات دونجا إما قام حضن الراجل تدل لحضراتكم إن الكرة دي مكسب وخسارة، وتبقى العلاقات وتبقى اللقطات الحلوة وتبقى النفسيات الطيبة. هو دي ملهاش علاقة بالمكسب والخسارة. أحيانا يكون هناك نرفزة ملعب، ولكن اللقطة دي نقف عندها كتير. وزي برضو ما قال سيادة الرئيس كل التحية لفريق نهضة بركان، هارد لك، أديت بشرف، أديت برجولة، أديت أداء رائع وهارد لك، وإن شاء الله بإذن الله الجاي أفضل. ويبقى لقطة ياسين البحيري لاعب نهضة بركان هي اللقطة النهاردة الجميلة في هذا اللقاء. صواريخ في نادي الزمالك واحتفالات وشماريخ وأنوار وحاجات، وكل جمهور نادي الزمالك هيفرح. وهو حد يفتكر ان هي ليلة ولا هي ثانية ولا هي يوم، هو مجهود شقة، مشوار كبير زي الكاميرا دي ما بتعدي كده على المئات والآلاف. في كمان ملايين قاعدين النهاردة في ظهر الزمالك بيدعوا، في ملايين النهاردة قاعدين قدام الشاشة بيقولوا يا رب. في ربع ساعة عدت على جمهور نادي الزمالك هو مستني صفارة النهاية، وهو مستني البطولة في ظروف صعبة عاش فيها نادي الزمالك، ولكن أداء رجولي في ظروف صعبة عاش فيها مجلس إدارة نادي الزمالك، ولكن بملحمة عملها مجلس إدارة نادي الزمالك بتوفير أموال، بتوفير صفقات، بإنهاء أزمات. واحد يقول لي ما تنساش إن القيد مقفول، وهنرجع لك يا سيفا زاهر وهنتكلم وهنقول إنك قلت إن القيد هيتفتح والزمالك هيعمل صفقات في الصيف، وجمهور نادي الزمالك هيبقى في منطقة تانية، واللي جاي لنادي الزمالك مختلف. على مسؤوليتي الشخصية لو عايزين مفيش مشكلة، تقول ان دي توقعاتي، تقول ان دي امنياتي، قول حضرتك زي ما تقول. الزمالك يستحق افضل حاجة، الزمالك يستحق افضل حاجة. الزمالك النهاردة هو عامل لقطة الكرة المصرية، الزمالك النهاردة هو بطل الكونفدرالية. اعضاء الجمعية العمومية نادي الزمالك من الساعة 1 الظهر موجودين في النادي، اللي قاعد على البسين واللي قاعد قدام الشاشة واللي قاعد عند التكييف، المدام اللي بتشجع وعندها حماس، الحاج الكبير اللي قاعد الحقيقة وبيصور بالموبايل، حمادة ومحمود وعلي وإبراهيم، اللي جايب ابنه واللي جايب طفل واللي والد ابنه عشان يطلعه زملكاوي واللي ملبسه أبيض، والأستاذة اللي راحة والأستاذ اللي رايح. جمهور نادي الزمالك كل الفئات، ومن حقه النهاردة يحتفل زي ما هو عايز، لأنه تعب كتير وشيء كتير. شجع فرقة نادي الزمالك وهي مش في أفضل حالتها، شجع فرقة نادي الزمالك وهي بتعدي بأزمات، ولكن هو وراها. يبكيني ساعات، يزعلني ساعات، ولكن أنا عندي ثقة إن هو هيفرحني ساعات. ده حال ولسان جمهور نادي الزمالك دايما في حديثه. ربنا النهاردة بيعوضه بيديله، لأنه شقي وتعب بجد، وكان النهاردة لابد ان هو يستاهل الفرحة ويستاهل الاحتفال ويستاهل الفوز. لعيبة النهاردة رجالة، ولعيبة النهاردة على قد المسؤولية. شدينا على ناس منهم ونورنا كشاف وقلنا فتوح كان نجم اللقاء النهاردة، عمر جابر بيعود لتألقه، زيزو واحد من أفضل اللعيبة في الدوري الممتاز، دونجا نجم كبير، عواد النهاردة كان الحقيقة أداء راقي ورائع جدا، حتى سيف الجزيري هو ليه دور كبير جدا في البطولة، أحمد حمدي اللي بنتمنى له الشفاء اللي جايب هدف رائع النهاردة والبطولة ليها جزء كبير باسمه. كل اللعيبة دي تستاهل النهاردة ان احنا نعمل لهم تعظيم سلام. كل يقف على الكراسي براحته، اقف واحتفل وطلع موبايلك وصور وخد السيلفي مع الشاشة واعمل اللي انت عايزه. نادي الزمالك في حبه ما بيفرقش، لا كبير ولا صغير ولا سيدة ولا رجل ولا طفل ولا اي حاجة. ادي كل فئات الاعمار وكل فئات المجتمع قاعدين بيحتفلوا داخل نادي الزمالك ببطولة هي الاغلى في تاريخه، لان ظروفها صعبة، جت
في ظروف صعبه حلم جمهور نادي الزمالك بيها، وكان ممكن ان هو ما ياخدهاش لان كانت الظروف صعبه والكيد مقفول والصفقات كانت في محتاجه افضل من كده، وبعد كده جاب صفقات بعدد كبير في مكان واحد، ثم ابتدى الراجل وظفهم، ثم جه جوميز متاخر، ثم اشتغل. كل حاجه كانت ظروفها صعبه، ولكن على مين؟ على مين؟ ده احنا المصريين وسع، اوعى اوعى معانا، مش هتقدر تغمض عينيك. القصه هنا مختلفه. الكوره اكيد فنيات، ولكن بنسبه كبيره هي معنويات عاليه، روح عاليه، اداء رجولي تقدر تعمل بيه البالانس، وتقدر النهارده اقف بقلب ميت واقول لحضرتك الزمالك فريق في حته تانيه في القاره الافريقيه، زي ما الاهلي فريق في حته تانيه في القاره الافريقيه. قطبي الكره المصريه في حته تانيه خالص في افريقيا. يرجع الزمالك تاني لعهده وتاريخه، يرجع الزمالك تاني للألقاب الأفريقية، يرجع الزمالك تاني يفوق وينتعش، يرجع حسين لبيب تاني ومجلسه يجنوا اللي حصدوه ويجنوا اللي زرعوه. أعتقد إن دي ممكن تكون أسرع مفاجأة لجوميز، وأسرع مكافأة لمجلس إدارة الزمالك، وأسرع مفاجأة للاعيبة نادي الزمالك، ولكن هي مش أسرع مفاجأة لصاحب نادي الزمالك والنجم رقم واحد ونجم الشباك جمهور نادي الزمالك. لأن جمهور نادي الزمالك مهما كانت البطولة غالية يستحق أكتر من كده، مهما كانت البطولة عظيمة يستحق أكتر من كده، مهما كانت الألقاب يستحق أكتر من كده، لأن أداؤه أقوى وأرقى من كده، أداؤه أقوى وأرقى من كده. عايز أقول رسالة لجمهور نادي الزمالك، عشان احنا أحيانا بننسى. المكسب ساعات بينسب لأصحابه، بس أصحابه كتير. اوعوا تفتكروا إن المكسب ده للعيبة ومجلس إدارة وجهاز فني فقط لا غير، ده لناس كتيرة ومؤسسات كتيرة في الدولة المصرية هي جزء من هذا المكسب، هي جزء من هذا المكسب. الأمن المصري، الداخلية، الضباط، السادة الضباط النهاردة اللي أمنوك بمنتهى الترتيب والاحترام، النهاردة الشركة الأفريقية، وليد عبد الوهاب النهاردة واستاد القاهرة اللي بيستقبل كل الناس دي، كل الحاجات دي كانت سبب بشكل كبير إن البطولة دي تبقى في نادي الزمالك. أنا بفكر عشان أحيانا بننسى الدولة المصرية وفرت الحقيقة حاجات كتيرة. الدولة المصرية خلتك على المنصة، الدولة المصرية ومؤسسات الدولة المصرية خلتك في المقدمة، خلتك تفرح وانت مطمن، خلتك قلبك قاعد وميت. وده بقى يا صديقي ده بالظبط اللي بيحصل كل ما الزمالك ياخد بطولة، والله العظيم. هو ده يعني، والله ما بقلل من البطولات يعني. ربنا يزيدكم يعني، مليون مبروك يا زمالك. بس ده بقى هو اللي بيحصل بالظبط كل ما الزمالك ياخد بطولة. والنبي حتى لو خد دورة رمضانية برضه نفس الطريقة ونفس الأسلوب في الاحتفال. مش عايز أقولها بس هي دي، هي كده حرمان. طب انت متضايق ليه؟ انت عشان اهلاوي؟ والله مش متضايق، مش متضايق والله، بالعكس انا فرحان ليكم، مليون مبروك ليكم كزمالك. ولكن يعني بلاش تبينوا اول كده ان انتوا ايه بقى. اهدوا، اهدوا على نفسكم شويه. هيحصل لكم حاجه، انا خايف عليكم مش اكتر، انا خايف عليكم. اهدوا اهدوا كده، صلوا على النبي، استهدوا بالله، وان شاء الله باذن الله ربنا يزيدكم بطولات، ربنا يزيدكم يا عم. اتقالوا مليون مبروك.